ازاي تلم اي مادة مهما كانت صعبة في 3 ساعات بس؟ طيب انت جاي تهزر ولا تضحك علينا؟ احنا ناقصين؟ انا بكرة عليا امتحان ومخنوق وتقول لي ازاي تلم اي مادة في 3 ساعات؟ اسمع مني وانا هخليك تلم المادة مهما كانت صعبة في 3 ساعات، والفيديو ده مناسب لابتدائي واعدادي وثانوي. هتقول لي ازاي؟ كمل الفيديو ده للاخر واعمل اللي هقولك عليه بالحرف الواحد. يا عم جرب، انت خسران حاجه؟ اسمع للاخر واستفيد. يعني انت ضيعت شهور ترم كامل ما بتذاكرش وصعبان عليك الدقيقتين اللي هقولك فيهم معلومه مفيده تعرف من خلالهم تلم الماده في 3 ساعات بس. خليك معايا. اول حاجه انا عايز ثقتك في نفسك تكون مليار في المية، مش 100%، لا مليار. وتكون راسي وهادي وبارد. انت طول السنه بارد، ما تجيش بقى الليله دي وتتوتر. مش بجوزك، اهدى. اهدى وصلي على النبي وروق. انا عايزك هادي كده ورايق خالص. تاني حاجة هتعملها انت بالنسبة لابتدائي واعدادي، هتكلم عن ثانوي بس ركز معايا الاول. ابتدائي واعدادي اي مادة بالنسبة لابتدائي واعدادي بيجيبوا لك اسئلة نموذج، والتوجيه بيعمل كده. التوجيه مش فاضي يقعد يالف لك اسئلة، هو بيقوم جاي شادد النموذج وحاططهولك او من ملزمة التوجيه. انت تعمل ايه؟ انا معرفش حاجة في المادة. هتعمل حاجتين. الحاجة الاولى هتسمع فيديو مراجعة لاي مادة من المواد اللي انت بكرة تمتحنها. هتسمع الفيديو المراجعة لا يقل عن ساعة ونص ساعتين. ما تروحش تجيب لي واحد يشرح لي 4 6 7 ساعات. انت مش رايح تحارب، ده هي اصلا الوقت ما يكفيش ان انت تخلص الفيديو. هو ساعة ونص ساعتين بالكتير كده زي الفل خلاص. اتفرج على مادة وتفهم ايه اللي بيتكلم عنه المادة ديت، وتعرف دنيتها من خلال الفيديو المراجعة. ازاي تجيب تلخيص نظام سؤال وجواب بالنسبة لابتدائي واعدادي. قبل ما نكمل الفيديو، ابعت الفيديو ده لأي حد من صحابك لعله يستفيد. وما تنساش اكتب لي تعليقك الحلو واللايك والاشتراك علشان نكمل. يلا نكمل. طيب انا ثانوية نظام جديد يا عبد الرحمن، ما يمشيش معايا الكلام اللي انت بتقوله ده. لا هيمشي بحاجة تانية. اتفرج على فيديو مراجعة على اي قناة على اليوتيوب. اتفرج على فيديو مراجعة وشوف لك ملف تلخيص اهم الاسئلة. ما تروحش تجيب لي مذكرة 20 ورقة، ما تروحش تجيب لي مذكرة 30 ورقة. انا بقول لك انت بكرة الامتحان تلم المادة، بكرة تمتحن تذاكر ورقة او ورقتين او 10 دول كويس اوي اوي اوي. تدخل بإذن الله تحل في الامتحان زي ما قلت لك. تدخل بإذن الله هتقفل وهتيجي تدعي لي كمان. بس جدد ثقتك في الله ثم في نفسك، وابدأ ذاكر حتى لو قبلها بساعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ إذا قامت القيامة وفي إيدكم أحد فسيلة فليغرسها. يعني انت لو في إيدك كده حتة زرعة والقيامة بتقوم، حطها في الأرض اغرسها. طيب يا رسول الله ده الخلاص القيامة آمن. النبي صلى الله عليه وسلم بيحسك ويقول اشتغل واعمل وحاول تعمل أي حاجة حتى لو في الوقت بدل الضايع، حتى لو في الوقت الضايع نفسه سيبها على الله وركز واجتهد، وانت ان شاء الله ربنا يكرمك. بس ما تكبرش دماغك وتنام وتصحى وتقول بكره هشيل كلمتين تلاقي لجنتك شدة وتتلسوع. شد حيلكم وربنا يوفقكم. اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. اوعى تنسى تعدي اليوم من غير ما تتعلم حاجة جديدة.